هي بكام البامية؟ بكام البامية؟ ب40. والفلفل ده بقى ب20. الليمون ب15، كنت جايباه ب20. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بقى اخدكم في جولة في سوق ناحية كده السابع في مدينة نصر، واعرفكم على اسعار الفاكهة والخضار. بس ما تنسوش اول حاجة لو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. انزلوا اعملوا لي لايك دلوقتي حالا قبل ما تكملوا الفيديو. وتعالوا بقى اعرفكم هنعمل ايه النهارده. خدت بقى والدتي واخويا علشان يوصلنا ناحية بقى ايه السوق، ويقف يستنانا هناك علشان نجيب خضار. بنجيب دايما الخضار من تحت البيت باسعار غاليه جدا، البصل وصل ل 30 جنيه والطماطم وهكذا. فقلنا لا، تعالوا انا هجيب لنفسي ووالدتي هتجيب لها وهنجيب برضو لجارتنا. فقلت خلاص يعني ايه هنوفر، وتعالوا بقى نروح في السوق ونشوف الاسعار ايه فيه. كملوا معايا بقى الفيديو للاخر عشان نشوف هنعمل ايه في يومنا. هي بكام الباميه؟ بكام الباميه؟ ب40. والملوخيه بكام؟ بصوا التلاتة دي 3 حزم ب5. الملوخية بكام؟ الربطة ب5. الربطة ب5. ربطة ب5. انت جبتيلي بقدونس او حاجة؟ جبتلك واحدة كده يبقى 15. طيب ماشي. طب هاتي الفلفل ده بقى ب20. وده بقى بكام؟ الفلفل التخين بتاعه ده ب10. كله ب10. بتنجان كله ب10. والفلفل برضو التخين ب20. الفلفل ب20. احمد برضو جايبولي ب20. بصوا بقى الخيار ده ب5. بس هو مش ان هو تخين، كله تخين. وفي طماطم ب8. وفي طماطم تانية ب10. في بصل هناك بقى ب5 بس صغير. والبطاطس ب18. الليمون بكام؟ الليمون ب15، كنت جايباه ب20. فاصوليا ب20. وده بقى خيار تاني ب8. الخيار ده بقى ايه احسن شوية. والله هو كله تخين فيش. بصوا البطاطا ب8. بطاطا ب8. تعالوا نشوف بقى نكمل. تعالوا بقى نكمل بقية اليوم. جبت هنا بقى الطماطم وبدأت ان انا اعصجها، وبقيت اجيب بكميات كل ما انزل علشان ما تعبش، كميات صغيرة. وهنا البطاطا بحب جدا بنص اقشرها واغسلها كويس واقشرها واحطها مع نص كوبايه ميه تتهرس كده زي البطاطس المهروسه، واخزنها اكياس في الفريزر. عايزه اقول لكم ان بعمل بيها، عملت لكم قبل كده فيديو بالبطاطا بالكريم كراميل، كان تحفه. الاولاد بتعشقها جدا وبتاكل البطاطا بالطريقه ديت. وبعد ما عصقت بقى خلاص الطماطم بدات ان انا اضربها واصفيها. وبعد ما هديت خالص بقى بدات ان انا ايه عصقتها بقى. تعالوا اقول لكم بحط عليها ايه بعد ما بعصقها على النار. يعني في الاخر خالص بحط عليها رشه سكر وملح وزيت، ولو عندك بابريكا عشان تعزز اللون، ولو عندك كمان صلصه صلصه اللي هي بتشتريها ديت فهتبقى تمام جدا. لكن عايزه اقول لك ان هو شويه سكر وملح وزيت والدنيا هتبقى تمام يعني. بس دي اضافات انا بضيفها. وهنا كنت بصفيها وبنقلها برضو تاني بعد ما صفيتها كده على النار عشان تتسبك. بالنسبه بقى للفلفل الحراق دوت بخزنه برضو، بقطعه كده ترانشات وبحطه في الكيس يتخزن. عايزه اقول لكم برضو خلي بالكم لان هو بيحرق الايد جدا. حاولوا ان انتوا تلبسوا اي جوانتي في ايديكم، لان انا قعدت 5 ساعات ايدي بتتحرق. وطبعا جبت جوافه. عايزه اقول لكم ان هم كانوا بينادوا قبل الصلاه كانت ب15. بعد ما الناس صلت وبدات تهجم خلاص نزلوها ل10 ويلا 10 ومش عارف ايه وكده. طبعا جبت كميه. وعايزه اقول لكم ان ده الوقت المناسب جدا لتخزين الجوافه. طعمها حلو جدا ومش خضره وكلها صفرة وطريه وحلوه جدا جدا ان هي تتجاب للخزين. اللي عايز يخزن يبدا يخزن من دلوقتي. وطبعا ما نسيتش الاولاد والناس اللي في البيت، عملت لهم عصير جوافه، احلى عصير جوافه الفتره ديت.